بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اجنحه فراخ كده، تتبيله شوي، بس ايه تحفه، ببطاطس من تحت او خضار مشكل براحتكم، بس انا عملتها بالبطاطس، ان شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا على المقادير. معايا بطاطستين مقطعهم حلقات كده، دي جوانح مغسوله ومنقوعه بالخل والملح ومتصفيه، بصلايه حلقات، جوليان، ليمون، فلفل وثوم، خل، صلصه، كركم، بهارات فراخ، زعتر، ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، وكوبايه زبادي. يلا نسمي الله كده ونحضر الاكله بتاعتنا. معايا طبق انزل بيه بكوبايه الزبادي ومعلقه الصلصه والبهارات بتاعتنا، كركم وزعتر وملح، حبه خل والليمونه. نقلبها دي كلها كويس. ركزوا يا جماعه في البهارات اللي انا حطيتها عشان بتدي طعم جميل قوي. خلطيهم كلهم ببعض لحد ما يبقوا كلهم بالشكل دوت، وانزل عليهم بجناحات الفراخ. طعمها تحفة، جربوها هتعجبكم قوي. اهم حاجة الخلطة دي تنقعي فيها جناحة بتاعة الفراخ او الفراخ، لو عايزة بفراخ كاملة تعمليها وتسيبيها يا ريت من بالليل للصبح قبلها بيوم، بس انا طبعا سبتها حوالي ربع ساعة كده. معايا طاجن هنزل بيه بالبصل والثوم والفلفل، فككيهم كده من بعض وانزلي عليهم بحبة ملح، حبة فلفل اسود، حبة كزبرة ناشفة، وحبة زعتر، حبة كركم مش كتير، وننزل ببقية الليمونة الفص التاني. دي التتبيلة دي بتاعت البطاطس. بإيدك كده قلبيهم، حاولي تعصريهم بإيدك عشان ينزلوا ايه المية اللي هي هتنزل دي، تدي طعم للبطاطس، طعم جميل قوي. انزلي بالبطاطس اخلطيها بقى كلها. طبعا ايدينا نضيفة ومغسولة وكل حاجة. رصيها بالشكل دوت في صينية، بايركس، طاجن، اي حاجة. ودي معلقة صلصة هنشرب بيها كده البطاطس، يا دوبك يعني تدينا لون وتسوي برضو معانا ايه الفراخ والبطاطس. اهي اسويها اهم حاجة. ومعايا بقى عصيان الشيش طاووق دي العصيان الكبيرة، وادخلها في قلب اللحم بتاع الجوانح بالشكل ده بالطول كده. اهيت سمي الله كده وبالراحة، واحدة واحدة. اهي اتفرد معاكي بالشكل دوت. وادي الجناح ايه التاني، انا ماشية معاكم اهو بوريكم. اعملوها على الطريقة دي تحفة وجميلة جدا، عاملة شبه الفراخ اللي انت حطاها على الفحم. اهو برضو الشكل دوت برضو اهو، وترصيها كده. خلصنا الكمية بتاعتنا كلها.
بقية الخلطة دي هندهنها فوق الوش كده اهي بالشكل دوت. اهي شكلها، وندخلها في الفرن على درجة حرارة 200. قعدت حوالي ساعة وربع، انا ولا غطيت الوش ولا عملت اي حاجة، زي ما هي كده زي ما طلعت، ولا ولعت عليها حتى الشواية، وطلعت بالشكل دهوت مشوية ومستوية، والبطاطس مستوية وكل حاجة. هتشوفوها اهي دلوقتي وهوريكم السوا ازاي شكله ايه. بصوا دايبة، طبعا الجناحة ما بتاخدش وقت في السوا، والبطاطس برضو دايبة وطعمها تحفة اهي. والله انا ما غطيت الوش ولا جيت جنبها، زي ما هي حطيتها زي ما طلعتها، وعلى الشبكة من فوق. قعدت حوالي ساعة وربع. ايه رأيكم بقى؟ وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي يا ريت تحطوا اللايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.